آخر تطورات قضية أم زياد، ظهور زوجها الجديد هنشوفه النهاردة مع بعض. اعتراف ابنها بأن هو فعلا كان في محادثة بينه وبين معالج نفسي زي ما قال. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، دعمكم هيشجعني كتير إني أكمل. من كام يوم النائب العام أصدر قرار بالقبض على أم زياد لما شاف او وحدة الرصد رصدت الفيديو اللي هي كانت منزلاه على السوشيال ميديا، سواء على التيك توك او على اليوتيوب. وكمان اتقدمت المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ، ونجدة الطفل اتقدمت ببلاغ. كل ده خلى النائب العام اصدر قرار بالقبض على ام زياد، وفحص الفيديو وشاف الفيديو اللي هي قالت فيه واتهمت ولادها ان في بينهم وبين بعض علاقة. بعد ما فحصوا الفيديوهات وشافوا الحاجات اللي موجودة عليها وشافوا الكلام اللي هي قالته، أصدر قرار بضبط وإحضار أم زياد، وفعلا اتقبض عليها امبارح، وهي دلوقتي حاليا في الوقت الحالي بيتحقق معاها. طبعا ده كان إجراء لازم يتاخد، سواء حصل اللي هي قالت عليه أو ما حصلش. ما كانش ينفع نهائي إن هي تطلع تتكلم وتفضح ولادها بالشكل ده، لان الام هي اللي بتستر على اولادها، هي اللي بتربيهم، هي اللي لو شافتهم بيغلطوا بتداري عليهم وتعالج الغلط. حتى لو فشلتي انتي لوحدك في علاج الغلط او ما قدرتيش، بتلجئي للاكبر اللي هو الجد، العم، الخال، زي ما قلنا قبل كده. حتى لو كان الاب سلبي زي ما قلتي، بس في طرق تانية وفي حلول تانية غير انك تطلعي على السوشيال ميديا وعلى اكبر منصة بيشوفها ملايين وتقولي كده على ولادك او تفضحي ولادك زي ما بيقولوا. يا جماعة، ولادنا هم حصاد تصرفاتنا، ولادنا هم حصاد الزرعة اللي احنا بنزرعها. بمعنى لما انتي كنتي بتطلعي تعملي فيديوهات ترقصي على التيك توك وتعملي حاجات مش مناسبة ليكي كأم معاكي 5 أطفال، فين القدوة؟ ولادك قالوا في بث مباشر ان انتي قلت لهم في مرة تعالوا نفضي الدولاب ونعمل بث مباشر ان احنا اتسرقنا وعشان الناس يبعتوا لنا دعم، وفعلا حصلتي على دعم كبير جدا بسبب الفيديو ده. طيب ده كده فين القدوة؟ الولد طلع في بث مباشر واعترف ان هو فعلا كان في محادثة بينه وبين حد، بس المفروض ان المحادثة دي كانت بينه وبين تقريبا دكتور نفسي او معالج نفسي، وان الولد كان بيتهرب من الاسئلة دي، ما كانش حابب انه يجاوب عليها، سواء كلامه صح او كلامه غلط. فهنا في مشكلة كبيرة ان ابنك بقى شخص غير سوي نفسيا. لما تكون الام هي اللي بتحرض على الكذب، والام هي اللي بترقص وتتنطط وتعمل فيديوهات بالشكل ده مش مناسبة لا لسنها ولا لمقامها كأم معاها 5 أولاد. احنا منتظرين الأولاد يكونوا ايه؟ عملوا كده أو ما عملوش كده، رد فعل الأم كان غلط ومشين 100%. الولاد دول ربنا يستر عليهم. الولاد دي محتاجة انها تتقوم تاني نفسيا، محتاجين تعديل سلوك، محتاجين علاج نفسي عشان يقدروا يتخطوا اللي هم فيه. جوزها طلع قال ان الحكومة او البوليس راحوا له في البيت، في المكان اللي هو ساكن فيه، البيت القديم، وقالوا له فين بيت ام زياد، وهو راح معاهم واستناهم تحت، وهم طلعوا قبضوا عليها، وولاده دلوقتي موجودين معاه كلهم ال5. ربنا يستر عليهم، وربنا يقدروا على تربيتهم. ولو هو شخص سلبي يحاول بقى ان هو يتغير علشان خاطر ولاده. الناس اللي بتلوم في التعليقات وفي فيديوهات ان انتوا السبب في ان هي يتقبض عليها، بالنسبة يعني للناس اللي بتنشر الفيديوهات وقدمت فيها بلاغات، ما ينفعش نقف سلبيين قصاد حاجة زي كده. لما تطلع الام وتقول انا قلت لباباهم انا ولادك بيعملوا 1 2 3 اعمل ايه، قال لها معرفش، قالت له طب انا هعمل فيديو اخد فيه رأي الناس. معلش اسمحيلي ومع احترامي لكل المتابعين، يعني ايه تطلعي تاخدي رأي الناس؟ هو حضرتك طالعه تاخدي رأي الناس في لون الطرحه اللي انت هتلبسيها؟ حضرتك طالعه تاخدي رأي الناس اعزكم الله في شوز انت هتجيبيه ومش عارفه تجيبيه منين، او عايزه حد يقولك على مكان تجيبي منه الشوز ده؟ حضرتك بتتكلمي ازاي؟ ويعني ايه يرد عليكي يقولك ما هو في وشك؟ لا حضرتك، هو في وشك وفي وشها وفي وش اهلهم كلهم. لو ده فعلا كان حصل، ما ينفعش نعالج الغلط بغلط. ما ينفعش يبقى اولادنا
بيعملوا شيء غلط واحنا نطلع نعالج الغلط بغلط اكبر ونفضحهم على اكبر منصة موجودة في العالم. ويعني ايه تعملي فيديوهات عشان تستعطفي الناس وتاخدي دعم؟ ابنك طلع في البث المباشر وقال رمتنا بره الشقة من غير هدوم معانا ورشت علينا مية، قالت لجوزها الجديد طلعهم بره انا مش عايزاهم. تفتكري المشاهدات او جوزك الجديد او القناة نفعوكي بايه دلوقتي؟ ولا حاجة. ومش بعيد، مش بعيد ابدا ان جوزك ده يتخلى عنك، ما يقفش معاكي لانك بعتي ولادك عشانه، فشيء طبيعي ان عمره ما هيثق فيكي. او بعتي ولادك عشان المشاهدات، فشيء طبيعي ان عمره ما هيثق فيكي. زعلانه على الباسورد بتاع القناه، تقدري تعملي قناه جديده، القناه تتعوض والمشاهدات تتعوض والفلوس تتعوض، لكن ولادك عمرهم ما يتعوضوا. ولادك كانوا هم هيبقوا عكازك لما تكبري، ولادك كانوا هم هيبقى ظهرك لما ظهرك ينحني. ان شاء الله باذن الله هنتابع الموضوع وهننزل لكم كل جديد، وهنتابع نتيجة التحقيقات مع ام زياد، وربنا يتولى الولاد وربنا يتولاها هي كمان، لان انا حاسه ان الام كمان محتاجه تقويم نفسي، لان مفيش ام طبيعيه تعمل كده. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.